ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هعمل معاكم احلى واسهل وصفه للفته. الفته المصري الحلوه بتاعتنا اللي مفيش احلى ولا ألذ منها في العالم كله. اول حاجه هنجيب حله هنحط فيها زبده عشان نشوح فيها اللحمه. هنحط فيها اللحمه ونرش عليها فلفل اسود بس عشان الملح بيأثر على التسويه، ونفضل نقلبها من كل الجوانب لغاية ما تاخد لون معانا. بعد ما نتأكد ان اللحمة اتشوحت كويس هنضيف عليها مية مغلية وبصل متقطع وجزر متقطع وفلفل اسود حصى وورق لورا. ونضيف بعد كده رشة سكر لأن السكر بيساعد في تسوية اللحمة، بيخليها حلوة وطرية وكمان بيخليها تستوي بسرعة. بعد كده هنيجي لتسوية الرز. حلة فيها زبدة على النار هنسيحها، وبعدين نحط عليها الرز، كمية الرز اللي احنا عايزينها نقلبها كويس في الزبدة. وبعدين نضيف عليها كوبايتين من الشوربة وكوباية من المية، ده حسب طبعا كمية الرز اللي احنا عاملينها مع اللحمة. نيجي بقى لأهم خطوة في الفتة كلها، وهي خطوة خلطة الصلصة بتاعتها. احنا بنجيب توم شوية حلوين مفرومين، بنشوحهم في زبدة ونحط عليهم كزبرة ناشفة. وبعد ما يتشوحوا شوية بنحط عليهم فنجان خل، وبعدين بنحط عليهم صلصة طماطم. بعد كده هنحمر اللحمة في زبدة طبعا، وبعدين بعد ما تطلع بنرش عليها ملح وفلفل اسود. وبعدين هنجيب طاسة نحط فيها زبدة، ونقطع العيش بلدي مكعبات، وبعدين بنشوحه فيها كويس جدا لغاية ما يتحمص معانا ويبقى لونه حلو.
نجيب الصينية اللي احنا هنحضر فيها الفتة، وهنجيب العيش اللي احنا حمصناه هنحطه فيها، وهنحط عليها شوية صلصة من اللي احنا عملناها ونقلبها في بعض كويس جدا. هنوزع طبقة من الرز فوق العيش، هنوزعه كويس في الصينية كلها، وبعدين نحط عليه صلصة من اللي احنا عملناها، وبعدين نحط طبقة اللحمة، وبعدين نرش جزء من الصلصة تاني. انا عشان بحب العيش كتير متحمص فبحط في طبقة فوق كمان. ده اصلا هو بقى طعمه تحفة مع الصلصة دي، فانتوا هتحبوه جدا، انا عن نفسي بحبه كتير. ف وبجد بيدي شكل كمان جميل. هتجربوها وتجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، هستنى تعليقاتكم. وهستنى تعليقاتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.